السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو صغير برضو زي ما احنا قلنا، كل شوية نعمل لكم فيديو صغنن كده برضو تستفاد منه، حاجة خفيفة دمها خفيف، تمنع برضو عندك صوت نقرازة، تمنع صوت خبطة، صوت المكنة الخشن، الكلام ده كله برضو هنمنحه لك ونوريك هيمنع من ايه. حلو كده. الصوت ده بيوصل لك صوت عامل زي صوت الكتينة ما تكون خلصانة خالص، ويوصل لك من الناحية التانية ان زي صوت حدافة برضو بتكون عاملة زي البيل خفيف. الكلام ده امتى؟ لما نيجي نقرص عليها، لما نسيبها صلانسيه، لما تزود سن بنزين معينه، الكلام ده كله. طيب نعمل ازاي؟ نيجي نتكلم دلوقتي. لو احنا قربنا شويه، ده شداد الكتينه اهو، شداد الكتينه الحديد مش الفبر، شداد الكتينه الحديد. الشداد ده من هنا، الشداد ده من هنا فبره اهي، تمام، وعليه التيله من بره، فبره والتيله. ليه؟ عشان خاطر السن ده الوز من جوه، في مسمار الوز اللي هو اللي بيربط هنا ده. لو بصيت هنا وانا بربط هتلاقي الشداد بص بيلم اهو، كل ما بربط كل ما الشداد بيلم. طب لو قفلت سنه كمان سبته اهو قافل خالص، لم اهو. لما انت بتيجي تفتحها كده سنه صغيره بص وتسيبه وتلاقي الشداد نطر نفسه، يبقى معنى كده ان ما بتكون الكتينه سليمه والشدادات الفبر كويسه، الشداد طول ما هو كده كل ما الكتينه بترخي سنه هو بيفتح اوتوماتيك مع نفسه سنه بسنه لحد ما بيجيب اخره. ده في المكن الحديث. واحد بقى يجي يشغل راسه، تمام، او صنايعي مثلا، او انا زبون مثلا، عشان ما نجيبش برضه حد يزعل مننا، انا زبون بروح اقول لك ايه، عندي كتينه مهويه عايز تشد لي الكتينه، يقوم انا اعمل ايه؟ اجي انا على الشداد ده من هنا كده، هو طبعا بيشد نفسه اوتوماتيك. يجي مثلا الصنايعي او انا مثلا عشان خاطر برضه ما نجيبش سيره حد، يقول لك ايه استنى ما اشدهولك، ويجي يفكر. لاحظ بقى هنا وركز على الحته اللي جايه دي جامد كده. لو انا جيت انا اشد الشداد ده هيتكسر. بص بص اهو، سمعت التكتكه دي؟ بص الشداد عمل ايه اهو. بيجي هو يشد طبعا، يبص فكر ان هو ما بيشد بايده ان هو كده بيجيب الشداد، لا انت بتكسر الفبره دي. بص الشداد كسر اهو، بص تمام، الفبره اتكسرت. انا بوظت الشداد مخصوص عشان خاطر نشرح لك الفيديو صح، تمام. الفبره اتكسرت اهي، اصبح ان الشداد كده باظ. تلاقي الشداد ده بقى طلع معاك عمل صوت، بدل ما هو شغال. بص اهو الشداد اتكسر. ليه؟ عشان هو اصلا انا المفروض ما اشدوش، هو بيشد نفسه اوتوماتيك لحد ما بيجيب اخره وبيقف. طب لما الشداد اتكسر، الشداد الفبره اتكسرت، باظ الشداد، يعمل عندك صوت في الصلانسيه، ومع دوسه البنزين تلاقي الصوت. ادي القلاش اللي احنا بنقول عليه ما بنيجي نربط بالشوكه، بتلاقي بص اهو، ده السن اللي انا بقول لك انت بتيجي تربط عليه من ورا. طبعا انا لما باجي افتحه زياده عن اللازم، هو خلاص الفبره بتبقى لها اخر، بتروح انت كسر الفبره، يبقى الشداد باظ ويتكسر زي كده، يعمل عندك صوت ويعمل عندك خبطه، يعمل عندك صوت خرفشه وشخشخه في المكنه، تحس ان صوت حدافه ماشي، تحس ان صوت كتينه بايظ خالص ماشي، تقول ده صوت بلية حدافه، ويبدا يدخلك في مشاكل جامده. يبقى لما تلاقي عندك صوت في المكنه، صوت خشانه او صوت خرفشه او صوت زي صوت البييلا او صوت الكتينه، اول حاجه بص على الشداد ده، لان برده ممكن الشداد دوت له عمر انفرادي، والفبره اللي هي انكسرت دي بتنكسر، تمام، تعمل عندك برده الصوت ده. يبقى مش كل خبطه عندك او كل صوت المكنه خشن يبقى بيل او حدافه او كتينه او الكلام ده كله. ده معلومه مهمه جدا، لان جالي واحد النهارده مكنه 19 ما نحلش فيها مسمار، لسه بوضع بلادها، المكنه اصلا صاحبها ما بيشتغلش بيها اصلا، تمام، حلتش ولا مسمار ولا ظبط التكيات اصلا. راح لواحد قال له ميكانيكي، قال له عايزه الكرانك فيه البيل فيه صوت، عايز المكنه تحل فوق وتحت. فريق طبعا المكنه ما حلتش، جه زعلان وجه بيقول له انا بعمل سمعنا الصوت ده. قلت له يا باشا ده الشداد الكتينه الحديد، جبنا له الشداد ب 120 جنيه الاصل بتاع بلادها، وركبناه له، الصوت منع، وطلعت له الشداد ميسور بالفبره. بقول له ايه اللي وصلك؟ قال لي اللي كان في عنده صوت تكيات خفيف، فرحت الصنايعي بقول له اظبط لي التكيات، شد لي الكتينه عشان انا ما اعرفش. فطبعا ظبط له التكيات وراح فاتح له الشداد الكتينه، راح مبوظ له الشداد كسر له الفبره، عملت عنده الصوت. بيقول له الصوت ده طالع بعد ما عملت التكيات وظبطت التكيات وعملت الشداد الكتينه، راح الصوت ده طلع عندي على طول. فبقول له، قال لي ده المكنه سماعه بيل ومش عارف ايه وابصر وما ادري، فالدنيا باظت عندي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله.